الجزائريين، اخواتاتي الجزائريات، السلام عليكم. انا اسمي جمال الدين بن شنوف، انا صحفي جزائري عايش في الغربه كيما نقولوا بالدرجه نتاعنا. احنا في هذا الفضاء نعودوا نتكلموا مع بعضنا البعض بالعربيه الدارجه تاعنا اللي مفهومه من كل الجزائريين، مش درجه على كل حال اللي يقول لك ترافيرسا لوتوروت كرازات اوتوموبيل ترانسبورتاني من الايروبور للسونتر فيل، ولكن نستعملوا دارجه مفهومه. المهم احنا اللي يهمنا نعودوا نتكلموا على المشاكل تاع بلادنا، خاطر شي بلادنا راهي اليوم في خطر كبير وراهي محتاجه لينا احنا اكل ولادها اكل باش نتحزموا، باش نمشيو مع بعضنا البعض ونتفاهموا مع بعضنا البعض كيفاه نديروا باش نواجهوا هذا الغول اللي راهو ياكل في لحمنا ويشرب في دمنا. بركات عند ولادنا بالالاف ينتحروا في البحر. كاين قريت عندها يومين في جريده جزائريه واحد حاول يمشي لاسبانيا بالعمان على ناج، ولات ما كانش امان في البلاد، ولات يعني كاين مظهر اللي باين الجزائريين عندهم ما يشوفوهش للاسف الشديد، ولكن الاجنبيين الحاجه الاولى اللي لاحظوها في البلاد كي يوصلوا للجزائر بالبابور، يعني هي البلاد كامله باروداج، حتى من الاسم احنا اللي جبدناه، ما يكزيستيش في الديكسيونير، ما يوجدش في الديكسيونير. التواقي تاع البلاد اكل حتى اللي ساكن في الفانتيام ايطاج بالباروداج. لو كان غدوه بعيد الشر تشعل نار في كاش عماره الناس كل تموت، لي بومبي ما عندهمش حتى كيف يخرجوهم. يعني باش تشوفوا لوين توصلنا، الدرجه وين توصلنا، للجزائري عاد يقفل على روحه في داره، يقول لك حدي باب داري، ما بقات لا دوله ولا وطن ولا جزائر ولا شعب، كل واحد دار وطن تاعو في دويرته، وهذه ما تنجمش تكمل كيما هكا. ولو كان نكملوا نمشيو في هذا الاسلوب ما نطولوش وبلادنا تنفجر وشعبنا يتشرد، ونوليو هذاك النهار تولي صعيبه باش نوليو نرجعوا. مالا خاوتنا منا رايح نعودوا نتلاقاو في هذا الفضاء هذا باش نحكيو على المشاكل تاع بلادنا. كل مره نجبدوا على موضوع ونحاولوا نتكلموا عليه بصفه صريحه، بصفه يعني مباشره، بلا ما نلعبوا اللف والدوران، ونحاولوا انتم تجاوبوني وانا نتكلم معاكم ونتكلموا كل مع بعضنا. وهذا الفضاء هذا تحيا بلادي اللي يعاونوني ناس يحبوا الجزائر باش نعدلوه نأسوه نعودوا نجموا نكتبوا فيه ونتكلموا فيه بالفيديو، راهو مفتوح لكم الكل باش تدخلوا، باش تندوا كما شفتوا، يعني حاجه اللي لازم ندوا بها، ولازم المهم نتحزموا على بلادنا ونواجهوا هذا الغوال هذا اللي كلاونا واللي راهم ما كان والو، راهم هما كيفاه نقول يا ربي، يعني لقاو القوه تاعهم في الضعف نتاعنا وفي التشرد نتاعنا. اليوم مثلا نعطيكم مثال بسيط، كي ناضوا لهم لي زونسينيون والفرامله واللي ليسيان ودروكا نسمعوا بلي بيترولي تاع سوناتراك لا ربما قاعد يديروا قراب، راهم حاكمين كروشهم، هما ماذا بهم كلش يمشي بالجيتيه تاعهم. اليوم كي الشعب حاول يتحرر منهم ويخرج من القيد نتاعهم باش يفرض نفسه ويتكلم على بلاده وعلى حقوقه، حكموا كروشهم. هذه غير كالكو كراف برك، يعني بعض الاضرابات شويه هك برك. لو كان غدوه الشعب الجزائري اكل يضم بعضه وما يكسر ما يحرق ما يضرب، كلش بالسلم، نمشيو وندوا ونتكلموا. الصحفيين تاعنا النزهاء الحرار يقولوا الحق، ولي زانتيليكتويال تاعنا المثقفين تاعنا كيف برا وداخل في البلاد، والشعب نتاعنا يولي يحب بلاده. لازمنا نحبوا بلادنا اذا نحبوا نسلكوها من هذا الغوال. لو كان ما نحبوش بلادنا
كيما نحبوا رواحنا وكيما نحبوا خاوتنا كيما نحبوا اماتنا وبياننا وولادنا، رانا نوصلوا لدرجه اللي ما نجموش نرجعوا منها. ونقول لكم بقاو على خير، ومره جايه ان شاء الله نتكلموا على موضوع باين ونحاولوا ندخلوا في التفاصيل. شكرا.